حيلة واحدة بس هتخلّي أي حد يتعلّق بيك غصبٍ عنّه ويحبك ويجري وراك، وكمان هتسيطر بيها على أي علاقة. لو عرفتهم كويس اعتبر إنك قفّلت اللعبة، وهُم لغات الحب ال5. ساعات كده بتحس إنك بتعمل كل حاجة للطرف التاني ومع ذلك هو مش متقبّلك أو مش بيحبك زي ما أنت بتحبه، ما تستغربش، ده بيكون علشان بس أنت مش قادر تفهم لغة الحب بتاعته. كل شخص بيكون عنده لغة حب من ال5 دول متحكمة فيه أو نسبتها بتكون أعلى، لو ما فهمتهاش هتفضل تدّي والطرف التاني مش حاسس أصلًا. نيجي بقى للغات الحب، رقم 1 كلام الحب والتقدير، إنك تعبّر بالكلام عن مشاعرك، زي طبعًا باحبِّك، وحشتني، إلى آخره. رقم 2 الquality time، الوقت الممتع والخاص، إنك تقضّي أوقات كتيرة مع الطرف التاني من غير مشتتات، إنكم تنزلوا مثلًا، تعملوا حاجة جديدة مع بعض، movie night، المهم تكونوا مع بعض. رقم 3 الهدايا، في ناس لغة الحب بتاعتها الهدايا، بكلمة هدايا أنا أقصد حتى لو وردة هي هتقبل بيها، شوكولاتة مثلًا لإنه بيحبها وهكذا، مش شرط تكون هدايا غالية، بس هي دي لغة الحب بتاعتهم. رقم 4 الأعمال الخدمية acts of service، وهي إنك تساعد الطرف التاني، إنك تعمل لها أكل وهي تعبانة، تساعديه في المذاكرة أو في الشغل وهكذا. نيجي لرقم 5 والأخيرة وهي الphysical touch، ما تجيش تقول أنا عملت له كل حاجة وهو ما فيش حاجة بترضيه، أنت حبيته بطريقتك أنت مش بطريقته هو. كل واحد بيستقبل الحب بطريقة مختلفة، حب اللي قدامك بلغته هو مش بلغتك أنت.